معيشته وأوضاعه المعيشية. طوابير الخبز نتذكرها والتي لا زالت للأسف إلى اليوم. هو طبعا الشعار اللي خرجوا به السودانيين للثورة حرية، والآن بلادنا تنعم بحريات لا تشابهها أي بلاد مثيلة لها في المنطقة. سلام الشعار الثاني، والآن حققنا اتفاق سلام للمرة الأولى في تاريخ السودان عقب ثورة شعبية سلمية. يتوصل السودان لاتفاق سلام يربط بين عملية السلام والتعاون الديمقراطي. والشعار الثالث هو العدالة، والتي تحقق بعض التقدم فيها في بعض المجالات وزالت بعض المجالات أخرى متأخرة. ما أريد أن أقوله أنه علينا أن نكون موضوعيين في تقييم تجربة السنة وثلاثة أشهر السابقة. في تقدم في ملف السلام، في تقدم في ملف الحريات، في تقدم في ملف العلاقات الخارجية، في تعثر في الملف الاقتصادي واضح وبين. وعشان كده في الوقت الحالي قاعد تنخرط أجهزة السلطة الانتقالية المختلفة. برضو أنا ما بفتكر أنه من الصحيح أنه نقول منو المسؤول عن المسألة دي. كل مكونات السلطة الانتقالية مسؤولة، عسكريين على حكومة الانتقالية على قوى الحرية والتغيير، كلهم يتحملوا المسؤولية في أنه الأداء في الملف الاقتصادي لم يكن يوازي الطموح العالي المطلوب بعد هذه الثورة. التعثر الاقتصادي أيضا لديه أسباب موضوعية عندها علاقة بأنه بعد 30 عام في انهيار في البنية التحتية. نحن كنا تحت قائمة الحصار دي حتى يوم الليلة. نحن البلاد مديونة أكثر من 60 مليار دولار. واضح أنه ما حصل دعم دولي كبير للحكومة الانتقالية بعد السودان. دي أسباب موضوعية، لكن في أسباب ذاتية عندها علاقة بالقصور في الأداء اللي ما وازى الطموح. هو في العجز برضو عن الاتفاق على برنامج اقتصادي موحد. ده عطل لفترة طويلة الوصول لأنه حتى الميزانية يعني. وده شيء طبيعي، لأنه ما دعا إليه برضو الأخ هشام في مداخلته عن موضوع التوافق الوطني العريض. التوافق الوطني ده بيتطلب الصبر للوصول إليه لما يكون بمكونات متعددة. المكونات المتعددة دي ستظل متباينة وتظل هنالك رؤى مختلفة بينها، لكن حينما تصل إلى رؤية مشتركة، الرؤية المشتركة دي بتعبر لحد كبير عن ما يريد الشعب السوداني. الآن الحكومة الانتقالية مع قوى الحرية والتغيير، مع المجلس السيادي، مع رفاقنا في أطراف العملية السلمية، شغالين في عملية مراجعة عميقة من أجل إعادة تشكيل المؤسسات تحت السلطة الانتقالية، مش لتغيير الأشخاص بالأشخاص ولا للتعامل معها كغنيمة كما يقول البعض، لا، أولا للوصول لرؤية تحدد الأولويات بشكل واضح. وبالنسبة لنا كلنا الأولوية رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 هي مسألة المعيشة ورفع الضائقة الاقتصادية، وعليه حيتم إعادة تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية لتغيير مؤسسي وتغيير في المناهج. ممتاز. عشان يحسن من الأداء بتاع الحكومة وعشان يوسع من القاعدة الاجتماعية والسياسية للانتقال. سيد هشام، هل هناك توافق بين العسكري والمدني فيما يخص معالجة هذا الوضع الاقتصادي الذي يجمع الجميع على أنه متدهور في السودان؟ إذا سمحت لي في قضية بالغة الضرورة، فقط مداخلة في مسألة الجملة التي ذكرها الأستاذ خالد سلك بأن بلادنا تنعم بحرية لا مثيل لها في العالم. يعني هنا تكمن أزمة السياسي السوداني، يعني هنا تكمن بالضبط أزمة السياسي السوداني. عندما يكون هو في السلطة كل شيء لا مثيل له في العالم، وعندما يخرج من السلطة ما يحدث أيضا لا مثيل له في العالم بالجهة المعاكسة. يا أخي، هل يستطيع الأستاذ خالد سيلك أن ينكر أن المظاهرات التي يقوم بها الشباب الآن تقمع من قبل الشرطة ومن قبل الأجهزة الأمنية؟ هل يستطيع الأخ خالد سيلك أن يتحدث أنه لا يوجد قتل الآن في الشباب عندما خرجوا في آخر مظاهرات؟ ألم يضرب عليهم الرصاص الحي ويقتلوا؟ هل هذه بلد الحريات التي لا مثيل لها؟ هل يستطيع الأخ خالد سيلك أن ينكر أن هنالك معتقلون سياسيون الآن في السجون لم يقدموا إلى محاكمة لمدة 8 أشهر، ويمكن أن أسميهم بالأسماء يعني لا انتماء لهم للنظام السابق، لكي لا يحدثنا عن النظام السابق والعدالة الانتقالية وما ذلك؟ ليس لديهم انتماء للمؤتمر الوطني. 8 أشهر الآن هم في السجون دون تحقيق، دون تقديم للعدالة، دون أن يواجههم حتى محاميهم. بعضهم لم يقابل محاميه. يا أخي، كيف تكون هذه دولة الحريات التي لا مثيل لها؟ نتجاوز هذه النقطة لأننا سنعود لملف العدالة الانتقالية. لا أقول أن هذه دولة القمع يعني.
نعم، القضية الثانية فيما يخص رفع العقوبات، يعني السودان تنقصه التكنولوجيا وما إلى ذلك، يفكرون تفكير ضيق جدا والعالم كأنه أمريكا وإسرائيل فقط. هذه الآن الصين هل تمنعك التكنولوجيا الزراعة؟ هل تمنعك التكنولوجيا التي تخص الطب وتخص الهندسة وتخص التطوير؟ هل المشكلة في العقوبات الأمريكية؟ وأنا سألت سؤال، السودان قبل أن تفرض عليه العقوبات الدولية عندما كانت هذه الأحزاب، اغلب الاحزاب الموجوده الان في السلطه كانت موجوده قبل 89، هل كان اقتصاد السودان كان جيدا وكان خارج قائمه الارهاب ولم يطلب منه اي تنازلات سياسيه نحو التطبيع ولا ذلك؟ كان ايضا اقتصادا فاشلا، لان الاقتصاد لا يتم بهذه المبررات اللا عقلانيه. لانه لا يوجد انتاج، لا توجد خطط، لا توجد خطط اقتصاديه، لا يوجد توافق وطني حول خطه استراتيجيه اصلا لنمو السودان. التشاكسات السياسيه لا تاتي من الجيل الجديد يا استاذ خالد، انما